السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين على كل حبايب الحلوين اللي مشتركين واللي مش مشترك معانا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. صباحكم زي القشطة، صباحكم نادي زي السكر في الزبادي. قبل اي حاجة تعالي صلي على النبي وزيد النبي صلى وحيد الله واذكري ربنا كتير كتير. هنعمل النهاردة فوسفور يا جدعان، فوسفور فوسفور فوسفور. بقالنا كتير بناكل في يعني ما فيش في اكلاتنا اسماك كتير ولا فوسفور ولا كلام من ده. لا ومش فوسفور بس، لا ده احنا هنعمل كذا وصفة في الفيديو ده. الطبق ده كان فيه معلقتين توم على فلفل سبايسي من اللي هو الاحمر ده زي ما انتي شايفه. حطي لي لايك وشير وسبسكرايب في القناه، ولو انتي مش مشتركه يا ريت تنوريني وتشرفيني في قناتي المتواضعه الجميله يوميات نانا. عايزه اقولك قبل اي حاجه صلي على النبي وزيدي النبي صلاه وادخلي على شركه يوميات نانا، دي عامله لك عروض وخصومات وتخفيضات جميله جدا. لو انتي حابه تدخلي شغل السوشيال ميديا، تفتحي قناه على اليوتيوب او على الفيسبوك او على التيك توك، انستا كواي، اي حاجه تحسني دخلك منها. هم متخصصين في شغل السوشيال ميديا، اللي ماسك الشغل ده الباشمهندس محمد. هسيب لك رقم في اول تعليق مثبت. قشطه قشطه. الخلطه عباره عن ايه؟ توم وليمون وفلفل سبايسي. ما عندكيش فلفل سبايسي اعملي فلفل اخضر، والملح بتاعنا اللي مدلعنا، وكمون وكزبره. قشطه قشطه. بصي هو الليمون بيعز يعني بيعز السمك، يعني زودي شويه ليمون. والفتره دي ليمون سعره حلو، مش غالي، مش مؤفور قوي يعني. بشكر جدا الاول كده كل اللي دخل وسأل عليا في الكومنتات وقال لي الف سلامة عليك يا نانا، ربنا يخليكم ليا ويزيدكم خير وصحة وسعادة في حياتي دايما، امين يا رب العالمين. السردين ده يا جماعة دايما بيحب يتملح كويس، يعني يتحدق كويس. رشيت عليه رشة ملح، الملح بتاعنا اللي مدلعنا، والملح ده عليه كمون وكزبرة. بس ما كنتش مكتره فيه الكزبره، كنت حاطه الكمون اكتر، يعني كنت حاطه فيه معلقه كزبره، عشان كده تلاقيني بحط كزبره تاني اضافي بعد كده. والكابوريا يعني برضو هحط عليها نفس الكلام ده. اهم حاجه اكله السمك دي التتبيله. التتبيله بقول لكم انا هحط عليها ده وهسيبها شويه. تمام. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انا اسفه على تاخيري في الفيديوهات، حقكم عليا، بس ان شاء الله ان شاء الله خير. بس انا يعني كنت باخد في الادويه بتاعتي، كنت مكثفه الادويه عشان اقدر اقوم واشتغل واشيل البيت واشيل الولاد طبعا زي ما انتم فاهمين. ربنا يقويني ويعيني، وكل ام شايفاني وبتتابعني تدعيلي ربنا يقويني كده ويقويكي ويخليكوا ليا ويديمكم نعمه في حياتي من داخل مصر ومن خارج مصر. حطيت معلقه من الخلطه الحلوه دي وهنزل بالكابوريا. الكابوريا يا جماعه لا هغطيها، لا هي ولا الجمبري ولا اي سمك. نصيحه من بنت اسكندرانيه من بحري وبنحبوه، ايوه بلاش تحطي اسماك وتغطيها عشان هتبقى زفره. قشطه قشطه. ما احنا بنبقى غسلينها يا نانا ماشي تمام، بس دي اسماك. سمك سمك سمك. بصي حطيت طماطميه حلوه كده ونزلت بالليمون، شرايح الليمون اللي انا كنت عصراها على الخلطه. تمام. والبصل بتاعنا اللي مدلعنا. قشطه قشطه. الصوت يا محمد. وهنحط شويه كزبره. تمام. وهننزل بكمون برضو والملح بتاعنا اللي مدلعنا. وهتنطقي الحله كده، هتنطقيها. الكابوريا مش بتتقلب، بتتنطق بس. شويه ميه حلوين كده، مش كتار قوي. تمام. هتسيبيها تاخد وتدي بشكل ودي بتاع تلت ساعه. ما تطوليش في الكابوريا علشان ما تفرغش، هتفرغ منك. في نفس الحله في نفس ذات الوقت، هي الحله يا نانا. ما انا شلت الكابوريا حطيتها في السرفيز بتاعها وغسلت الحله، وقلت انا عشان ما هقدرش حلال كل شويه، وانا بحب قوي الاسماك والحاجات اللي زي دي اعملها في الالومنيوم، بتديكي طعم جميل جدا. حطيت قطعتين زبده ونزلت بالبصل بتاعنا اللي مدلعنا، بصلايه واحده وشرايح، قطعتها شرايح، ونزلت بطماطميه قطعتها بردك شرايح. وهنسيبها تاخد وتدي بشكل ايه؟ بشكل ودي. يا كيدهم يا نانا. وهننزل بالجمبري بتاعنا اللي مدلعنا وفوسفور واكلة العرسان يا جدعان. وهنحط معلقة بابريكا. قشطة.
الكمون بتاعنا اللي مدلعنا، ملح وكمون بصي وكزبره، سمك، ملح، كمون، كزبره، ملح، كمون، ليمون، كزبره. ننزل بقى بالشرايح الليمون، يا مز يا سكر يا عسل، انت يا قلب نانا يا روح نانا. انا بحبكم جدا 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 جدا، عايزه اقول لكم ان في الله بحبكم. حقكم عليا الفتره اللي فاتت دي، والله والله غصب عني، غصب عني، استحملوني الفتره دي، مضغوطه شويه وعندي شويه مشاكل كده. ادعوا لي ربنا يعديها على خير، مش في حاجه والله، بس اهو هم بقى، وجع قلب وكده. عايزه بقى نصيحه لكل اخت بتشوفني وبتتابعني، عايزاكي دايما وانتي واقفه كده اذكري ربنا وصلي على النبي. ولو عندك اي كرب، اي كرب في حياتك، ربنا يفكه عنك ويفك عني اي كرب، امين يا رب العالمين. ودايما الفترة اللي احنا فيها دي يا جماعة صعبة جدا، دايما ندعي لولادنا ربنا يهديهم ويبعد عنهم ولاد الحرام. والدعوة دي مش عيب، الدعوة دي جميلة جدا، كل ام تدعيها لبنتها او لابنها، دايما تقول لهم ربنا يبعد عنكم ولاد الحرام. ودي حاجة جميلة جدا. هقولك ليه، ودلوقتي خليكي معايا. نزلت بقطعتين زبدة وحطيت عليهم شوية زيت، الزيت بتاعنا اللي مدلعنا والملح بتاعنا اللي مدلعنا، كل حاجة مدلعاك يا نانا. انا احب الدلع، انا احب ادلع نفسي، انا كل حاجه في بيتي ادلعها وادلع نفسي، انا ما فيش مشكله، ما في مشكله، ما في مشكله. وهنقلب. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. عزيز عزيز، استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم. وهنقلب الرز ونسيبه بقى ياخد ودي بشكل ودي ونغطيه. قشطه. قشطه. تعالي بقى اتكلم معاكي كلمتين حلوين لكل ام بتشوفني وبتتابعني. الامهات اللي بتشوفني وبتتابعني دايما، خلي بالك، ادعي لولادك طول الوقت. طول الوقت يا جماعة، المراحل اللي الولاد بيعدوا بيها الفترة دي صعبة جدا، من اول ما بيبقوا في كي جي 1، يعني في اولى حضانة، لحد ما بيكبروا معاكي. كل مرحلة بتبقى بهموم اكتر وبمشاكل اكتر. ودايما الولد بيبص للولد اللي زيه، والبنت بتبص للبنت اللي زيها. ويحبذا لو ولد كويس او ولد مش كويس بقى، فدي بتبقى مشكلة، او بنت كويسة او بنت مش كويسة يعني. فطبعا لازم نخلي بالنا من ولادنا الفترة دي كويس، وننصح فيهم على قد ما نقدر، لان مهما كان ولادنا طيبين جدا وغلابة وهم لفوش وهم ضروش كتير، فسهل جدا ان شاب يضحك على شاب زيه، الصاحب ساحب. تمام. والبنوته برضو نفس الكلام، فكل ام لازم تحط في دماغها ان هي توعي بنتها او توعي ابنها، مهما يكون، لو اب بقى يوعي ابنه، لو ام موجوده معاه توعيه. فالفتره دي دايما 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 يا رب يبعد عن ولادكم وعن ولادنا اي سوء واي حاجه تضرهم واي مشاكل ليهم، ويقويهم ويعينهم. ربنا ينجح كل الشباب اللي في الكليات واللي الثانويه العامه، ويا رب يرزقهم بالخير كده ان شاء الله، وما يجعلش تعبكم يروح على الارض ابدا. دي خلطة الزبادي الخلطة انتوا شفتوها، ليمون وزبادي وملح وفلفل اسود، والخلطة اللي انتوا شفتوها دي، عشان مش متذكرة يا جماعة كنت بتكلم معاكم. وهنزل بقطعتين 3 ستريبس كده، للي مش هياكل اسماك هحط له الكام قطعة دول مع بطاطس مع رز، عشان كده انا عملت رز ابيض لو انتوا تلاحظوا يعني. تمام. تمام. انا ليه بقول كده، بقول كده والله لان كل الناس لازم يعني تاخد بالها. وده الغدا بتاعنا النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، نرضاكم، اشوفكم في فيديو جديد.